خالد ماشي في سوق زيكولا. الشوارع زحمة، ناس داخلة وطالعة، كله بيجري ورا حاجة. بس الغريب مفيش صوت، في همس وسكون غريب. الكل بيتعامل بحساب وبحذر، وكأن كل كلمة محسوبة. خالد بيقرب من كشك بسيط وشاف راجل عجوز قاعد بيبيع عدس وشوربة وخبز ناشف. خالد بيسأله: لو سمحت ممكن طبق عدس؟ الراجل رد من غير ما يرفع عينيه وقال له: 4 نقط من معدل ذكائك. خالد اتفاجئ وابتسم كأن اللي بيحصل ده هزار، وقال له: يعني ايه 4 نقط من ذكائي؟ الراجل رفع عينيه وبصله وقال له: يعني فهمك هيبقى بطيء بعد الطبق ده، هتستوعب أبطأ وذاكرتك هتبقى أضعف. خالد سكت، حس إن الكلام ده مش تهريج، وبيفكر يسيب الكشك ويمشي، بس بطنه بتوجعه من الجوع وعقله تعبان من كتر التفكير وقلة الأكل، فكان مضطر يوافق إنه ياكل مقابل 4 نقط من ذكائه. بعدها مشي في ساحة كبيرة فيها زحمة، ناس ملمومة حوالين راجل مربوط من إيديه وبيترجى الناس وبيقول لهم: أنا كنت عيان، طلبت دواء ومش قادر أدفع. وكان في حارس واقف جنبه وقال له بصوت عالي: الدين اللي عليك مش هيقع، والعقوبة خصم مضاعف. وجاب جهاز وحطه فوق دماغ الراجل، وكان بينور وبيخرج صوت كأن فيه كهرباء. وش الراجل بدأ يتغير فجأة، عيونه بدأت تبيض، لسانه بدأ يتقل، ووقع على الأرض كأنه فقد عقله كله في لحظة. خالد وقف يتفرج مصدوم، مش قادر يتكلم. كان بيهمس لنفسه وبيقول: يعني أنا لو تعبت أو ما لقيتش شغل ممكن ده يحصل لي؟ خالد قعد في مكان لوحده في وسط السوق، وجنبه راجل كان باين عليه إنه كان زمان شخص مهم، لكن دلوقتي هدومه مبهدلة، شعره منكوش، وعينيه باين عليها التعب. الراجل بدأ يتكلم من غير ما خالد يسأله. قال له: أنا كنت شاعر، الناس كانت بتسمعني وتسقف لي، وكنت فاهم كل حاجة، وكنت أذكى من كده، لكن يوم بعد يوم بدأت أخسر من ذكائي. خالد قال له: وانت دلوقتي عايش؟ الراجل ضحك ضحكة كلها تعب وقال له: للأسف، بس مش فاكر اسمي. أنا بقيت مجرد شخص بدون عقل بيمشي في الشوارع. وبص لخالد وقال له: اهرب قبل ما زيكولا تاكل منك اللي باقي في عقلك. خالد قام من جنبه ومشي، وهو ماشي شاف ست كبيرة بتتشتم وبتتسحب في الشارع وبتصرخ، وكان في حراس بيجروها ومعاهم جهاز وبيخصموا منها نقط من ذكائها. وفي حد من الحراس قال لها: عشان تعرفي إن كل كلمة ليها تمن. خالد كان عايز يصرخ ويقول لهم سيبوها، لكن ما قدرش يتكلم لأنه عارف إنه لو نطق هيدفع. خالد نزل عينيه في الأرض ومشي بعيد، وصوته الداخلي بيقول: أنا مش جبان، بس أنا لو اتكلمت هخسر كتير. أنا في مكان بيخليني أختار يا إما ضميري يا إما عقلي. خالد قعد في آخر الشارع وكتب بإيديه على الحيطة: أنا مش خالد، أنا بقايا شخص بيتآكل بالبطيء. وفجأة حس إنه مش عارف يعمل حاجة ومش عارف يهرب، وعينيه بتقول: أنا مش قادر، بس لسه فاضل فيا عقل بسيط يمكن ينقذني حتى لو مكان خالد. وفجأة لقيت نفسك في مكان غريب، والتعامل فيه مش بالفلوس، التعامل فيه بالذكاء، وكل ما تدفع كل ما ذكائك يقل. لو عايز تتابعنا تتفرج على كل جديد، اضغط على سبسكرايب وفعل زر الجرس.